أهلا بكم. اليوم رح ندخل في تحليل معمق لملف دبلوماسي شائك جدا، مسار امتد ل50 سنة بالتمام والكمال. المصادر اللي بين إيدينا اليوم بتغطي ندوة فكرية واسعة حول النضال الدبلوماسي المغربي في قضية الصحراء من عام 1975 وصولا لليوم، وتحديدا بعد قرار مجلس الأمن الأخير. ومهمتنا هنا هي أن نفهم التحولات الاستراتيجية والقانونية الكبرى اللي شكلت هذا الملف. أهلا بك. وفعلا لما نتكلم عن 50 سنة، أول شيء تطرحه المصادر هو إطار مفهومي. إطار هو حجر الزاوية لفهم كل شيء بعده. هذا الإطار يميز بوضوح بين مرحلتين، مرحلة اسمها تصفية الاستعمار، ومرحلة ثانية هي تصفية النزاع. ممكن يبدو تمييز بسيط، لكنه في الحقيقة يغير زاوية النظر للموضوع بالكامل. انتظري، هذه النقطة بالذات تثير فضولي. مرحلة تصفية الاستعمار تبدو واضحة، يعني انتهاء الوجود الإسباني في 75، لكن كيف ممكن نوصف نزاع بدأ بعد رحيل المستعمر بأنه شيء مختلف؟ يعني تصفية النزاع، أليس النزاع اللي تلاه مرتبط بشكل مباشر بالحقبة الاستعمارية؟ سؤال في محله تماما. التحليل المطروح في مصادرنا يجادل بأنه النزاع اللي بدأ بعد 75 هو نزاع مفتعل، لكنه في جوهره امتداد للمنطق الاستعماري نفسه. الفكرة هي أنه تصفية الاستعمار انتهت قانونياً وسياسياً بإنهاء السيادة الإسبانية، لكن الأدوات والمفاهيم اللي استخدمت لبناء أطروحة الانفصال لاحقاً كانت من صنع الإدارة الاستعمارية. بالضبط، هي من صنع الإدارة الاستعمارية. مثل شو تحديداً؟ ممكن مثال؟ المثال الأبرز اللي بتركز عليه المصادر هو إحصاء السكان الإسباني لعام 1974. هذا الإحصاء اللي صار في آخر أيام الوجود الإسباني أصبح لاحقاً هو المرجعية الأساسية اللي طالبت بها جبهة البوليساريو لتحديد الشعب الصحراوي اللي يحق له يقرر مصيره. من هذا المنظور المغرب يرى نفسه من 75 في مواجهة مستمرة مع بقايا منطق استعماري حتى لو الخصم على الأرض تغير. حسناً، هذا الإطار يوضح الكثير. خلينا نقسم هذا المسار الطويل إذن. المرحلة الأولى من 75 ل 91 كانت عسكرية بامتياز، وهنا في مفارقة مثيرة للاهتمام. عادة نسمع أن الجيوش النظامية هي اللي تستنزف في حروب العصابات الطويلة، لكن المصادر تؤكد أن العكس هو اللي صار. شو اللي مكن المغرب حسب هذا التحليل من عكس هذه القاعدة؟ السبب الرئيسي كما توضح الوثائق كان تحول استراتيجي في منتصف الطريق. في السنوات الأولى كانت حرب استنزاف فعلا، لكن في بداية الثمانينيات بدأ المغرب يبني ما عرف بالجدار الأمني، وهو مش مجرد جدار، لا، هو سلسلة متكاملة من التحصينات الدفاعية ممتدة لمئات الكيلومترات ومزودة برادارات وأنظمة مراقبة. وهذا غير طبيعة الحرب على الأرض تماما، قلل من قدرة مقاتلي البوليساريو على شن هجمات خاطفة والرجوع لقواعدهم في الجزائر، وبالتالي استنزف قدرتهم العسكرية بشكل كبير جدا. ولكن بالتوازي مع هذا الحسم العسكري التدريجي كان فيه تحرك دبلوماسي. المصادر تتحدث عن استباقية مغربية. هل كانت مبادرة الاستفتاء التأكيدي اللي طرحت في قمة نيروبي عام 81 مثال على هذا؟ تبدو خطوة جريئة جدا في عز الحرب. كانت جريئة بالفعل، وتعتبر نقطة تحول دبلوماسية. في وقت كان خصومه لا يزالون يراهنون على الحل العسكري، المغرب طرح فكرة استفتاء تأكيدي لسيادته، يعني أظهر استعداده للانخراط في مسار سياسي ولكن بشروطه هو. وكيف كان الرد؟ في ذلك الوقت البوليساريو والجزائر رفضوا الفكرة رفضاً قاطعاً وأصروا على استمرار الكفاح المسلح. لكن المثير للاهتمام هو أنه بعد 7 سنوات، تحديداً في عام 88، وبعدما صار واضح أنه الحسم العسكري مستحيل، عادت البوليساريو وقبلت بمبدأ الاستفتاء. تمام، إذن بحلول أواخر الثمانينيات الكل وافق على مبدأ الاستفتاء. يبدو كأنه انفراجة، لكننا نعرف أن الاستفتاء لم يحدث أبداً. طيب، وين تعثرت الأمور بالضبط لما انتقل النقاش من المبدأ للتطبيق على الأرض في التسعينيات؟ هنا دخلنا في متاهة قانونية وإجرائية معقدة، لكن أحد التحليلات اللافتة في الوثائق هو الصراع حول المسار القانوني للملف. البوليساريو وحلفاؤها كانوا يسعون لإبقاء الملف في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. طيب، هذا كلام قانوني يمكن يكون معقد شوي. لو حبينا نبسطه، شو الفرق الجوهري بين إنه ملفك يناقش في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن؟ خلينا نستخدم تشبيه بسيط. مسار الجمعية العامة هو، خلينا نقول، المسار الكلاسيكي لتصفية الاستعمار، يعني أشبه بمحكمة تنظر في قضايا تاريخية وغالباً قراراتها توصي بالاستقلال. لكن المغرب من 75 نجح في الدفع بالملف نحو مجلس الأمن.
اللي هو أشبه بغرفة عمليات إدارة الأزمات الدولية. بالضبط. التركيز في مجلس الأمن ليس على التاريخ بقدر ما هو على إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم يحفظ السلم والأمن في المنطقة. هذا التغيير في مكان النقاش غير من طبيعة الحلول الممكنة تماماً. فهمت. إذن الصراع كان على طبيعة الحل نفسه، لكن على الأرض شو اللي عرقل عملية تحديد مين يحق له يصوت؟ هنا المصادر تصف الدبلوماسية المغربية بأنها اعتمدت مقاربة علمية، يعني بدلاً من رفض مقترحات الخصوم كانت توافق عليها وتطالب بتطبيقها بدقة. مثلاً لما طلبت البوليساريو بأن يكون إحصاء 74 الإسباني هو النواة الصلبة للناخبين، المغرب وافق. بعدين طالبت البوليساريو بإضافة معايير أخرى لتشمل أفراد القبائل اللي ما شملهم الإحصاء، فوافق المغرب مرة أخرى. وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة كانت أنه كلما تم توسيع المعايير وتطبيقها بشكل دقيق لتحديد أفراد القبائل الصحراوية وأصولهم، زاد عدد المسجلين اللي يعتقد أنهم يميلون لصالح المغرب. ولما أصبحت هذه الحقيقة واضحة وأن نتيجة الاستفتاء لم تعد مضمونة لصالح الانفصال، بدأت البوليساريو بوضع العراقيل ورفض آلاف المتقدمين. وهذا ما أدخل العملية كلها في طريق مسدود. تماما. يعني يمكن القول أنه الاستفتاء اللي كان مطلب أساسي للبوليساريو صار هو نفسه العقبة اللي ما بدهم يتجاوزوها بعد ما اتضحت معالم الديمغرافية، وهذا يفسر فترة الجمود الطويلة اللي جت بعد هيك. صحيح، واستمر هذا الجمود حتى عام 2007. بالضبط. في 2007 المغرب قام بما تصفه المصادر بقلب الطاولة دبلوماسياً، فبدلاً من الاستمرار في النقاش العقيم حول من هو الصحراوي، قدم مبادرة الحكم الذاتي. هذه المبادرة غيرت السؤال بالكامل من من يصوت إلى على ماذا نصوت، يعني طبيعة الحل السياسي المستقبلي. وهنا نصل لنقطة محورية. مبادرة الحكم الذاتي نسمع عنها كثيرا، لكن المصادر اللي معانا تكشف عن تفصيل أعتقد أنه غير معروف للكثيرين، وهو أن المبادرة تتضمن استفتاءين وليس استفتاء واحدا. نعم، وهذه نقطة تعكس الدقة القانونية والسياسية في تصميم المبادرة. الاستفتاء الأول وهو المعروف يعرض فيه مشروع الحكم الذاتي المتفاوض عليه على سكان الإقليم للموافقة، لكن ما تؤكد عليه هذه الأبحاث هو وجود استفتاء ثان لا يقل أهمية. لحظة، استفتاء ثان؟ ما هو دوره تحديدا؟ فكرة عرض الدستور المعدل على كل المغاربة تبدو كخطوة استراتيجية كبيرة. شو الدلالة وراها؟ هل هي لتأكيد السيادة الوطنية بشكل قاطع؟ مغربي. بعد ذلك يعرض الدستور المغربي المعدل على استفتاء عام يشمل جميع المواطنين المغاربة في كل أنحاء المملكة للمصادقة عليه. والدلالة هنا مزدوجة وقوية جدا. أولا، تؤكد أن الحل يتم في إطار السيادة والدستور المغربي، وثانيا هي تجعل من قضية الصحراء قضية وطنية بامتياز يقرر فيها كل المغاربة. هذا يوضح كيف أن المبادرة مصممة لتكون حلاً ضمن الدولة المغربية وليس خطوة نحو الانفصال. ومع صدور قرار مجلس الأمن الأخير في 31 أكتوبر 2025 يبدو أن هذا المسار تكرس بشكل شبه نهائي. هذا ما يؤكده التحليل. القرار الأخير حسب المصادر لم يأتي بجديد كلياً، بل قام بتجميع وتكثيف كل العناصر اللي تراكمت في قرارات السنوات السابقة ووضعها في فقرة واحدة حاسمة. نص القرار بوضوح على أن مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار الجاد وذي المصداقية والوحيد للتفاوض، وأن هذا التفاوض يجب أن يهدف إلى حل واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق. وما هو الجزء الأكثر حسماً في هذا القرار الأخير؟ الجزء الحاسم هو ربط كل هذا بشكل صريح بإطار السيادة المغربية. هذه الإضافة تضع العملية التفاوضية المستقبلية ضمن سياق دستوري مغربي محدد وتغلق الباب عن أي تفسيرات أخرى. يعني عملياً مجلس الأمن يقول للأطراف هذا هو الملعب وهذه هي قواعد اللعبة، تفاوضوا الآن على التفاصيل. لكن هذا يثير سؤالاً لا بد منه، وهو سؤال داخلي. هل يمكن أن يشكل منح حكم ذاتي واسع للصحراء سابقة قد تطالب بها مناطق أخرى في المغرب؟ يعني ممكن يفتح الباب لتحديات جديدة؟ المصادر تتعامل مع هذا التخوف بشكل مباشر وتشير لنقطتين أساسيتين. أولاً، المغرب تاريخياً لم تكن لديه مشكلة مع فكرة اللامركزية. مشروع الجهوية المتقدم المطبق حالياً هو بالفعل شكل من أشكال اللامركزية الواسعة. ثانياً، وهو الأهم، السياق اللي نشأت فيه مبادرة الحكم الذاتي للصحراء مرتبط بنزاع دولي محدد تم تدويره في الأمم المتحدة، وهذا لا ينطبق على أي منطقة أخرى.
وهل فيه ضمانات قانونية تمنع هذا النوع من العدوى السياسية؟ نعم، هناك إطار دستوري وقانوني صلب. الدستور المغربي يمنع بشكل صريح تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي. هذا يعني أنه لا يمكن لأي حزب أن يقوم بحملة سياسية للمطالبة بحكم ذاتي لمنطقة معينة، مما يضع سقفاً قانونياً واضحاً. إذن بعد 50 عاماً من المواجهات يبدو أن قواعد اللعبة النهائية تحددت بشكل واضح، والتركيز الآن ينصب بالكامل على حل سياسي واقعي ودائم ضمن السيادة المغربية. تماماً. المسار اللي أخذ نصف قرن انتقل بشكل حاسم من محاولة تحديد هوية الماضي عبر استفتاء معقد إلى التركيز على بناء مستقبل مشترك عبر حكم ذاتي. لقد تغيرت بارادايم النقاش بالكامل. وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة للتأمل. المصادر اللي بين أيدينا تتحدث أيضاً عن تفاصيل بروتوكولات ترافق أي اتفاق نهائي، مثل ضمانات عودة اللاجئين من مخيمات تندوف ونزع السلاح وإعادة الإدماج. إذا كان الإطار السياسي قد رسم بشكل شبه نهائي، فالتحدي الأكبر القادم قد لا يكون دبلوماسياً في نيويورك، بل إنسانياً واجتماعياً على الأرض. هذه نقطة جوهرية. التحدي سيكون في كيفية إعادة بناء الثقة وتضميد جراح 50 عاماً من الانقسام والنزاع بين أبناء العائلة الواحدة والقبيلة الواحدة. بالضبط. كيف يمكن إعادة دمج عشرات الآلاف من الأشخاص في النسيج الاقتصادي والاجتماعي؟ وكيف يمكن بناء مستقبل مشترك حقيقي بعد هذا الشرخ العميق؟ هذا هو السؤال اللي قد يحدد النجاح الحقيقي لأي اتفاق سياسي على المدى الطويل.